تخيل انت قاعد في خيمه كده وانت منظر الغروب ده ورا. شايفين المكان ده؟ ده المكان بيعدي الديابه. انا وريتكم البصمات تحت الديابه. ربنا يستر. يلا بينا. بقول لك ايه، النهارده هناخد مغامره مختلفه جدا في اسوان، وهنشوف حاجات انتوا اول مره تشوفوها، فخليكم على اخر الفيديو ونشوف بدانا الموضوع ازاي. وبعد ما شفتوا في الجزء الاول ازاي قدرنا نوصل بالكياك لمحمية جبل شيشة علشان نشوف النسر، وشوفنا حاجات كتير واكتشفنا اماكن معزولة، انا كده اتسوحت، انا هفضل هنا لحد ما يجي لي بني ادم بقى. وندخل على البرنامج الثاني في الجولة، جولة بالكياك حوالين معبد فيلة، ودي هتمشي فيها بالكياك جنب المعبد، وهتاخد فيها احلى صور لفيو المعبد، وهتشوف مناظر حلوة جدا. ودي اللي انتهينا بيها اننا نزلنا على جزيرة بيجا علشان نشوف بوابة ازيس. دلوقتي احنا في مكان شايفين المية كانت لحد هنا في الصيف، انت بتعدي بالكياك لحد هنا، انت متخيل؟ ودي اللي كانت مدخل معبد فيلة القديم، انا اول مرة اشوفها، وكانوا بيعتقدوا ان الجزيرة دي مدفون فيها اجزاء من جسم اوزيريس. وبعدها ندخل على البرنامج التالي وهي استكشاف جزيرة تنجار، فاجمل جزيرة موجودة في اسوان. وبعد ما تعبنا شوية بالكياك قررنا نروحها بالمركب. على فكرة نيل اسوان من انظف النيل اللي ممكن تشرب منه على طول. بص مفيش فرق ما بينهم وبين الماء اللي بنشربها عادي. وفي الطريق ليها هتعدي على مناظر تحفة وخلابة بجد. وكمان اكتشفنا في الطريق مأذنة بلال، دي أول مأذنة في الجنوب، واتبنت لتأمين الحدود الجنوبية لمصر، ولحد دلوقتي موجودة. وانت في الطريق وأول ما هتشوف السد هتلاقي جزيرة تنجار على طول، لأنها أول قرية نوبية من بعد السد العالي. شايفين بقى المكان ده اهو، السور ده السد العالي، ودي جزيرة تنجار، ودي القرية نفسها. دلوقتي احنا وصلنا في جزيرة تنجار في الأبغال. تعال. طبعا كل ما بنيجي بنشوف الجزيرة من تحت، ولكن قررنا النهاردة أوريكم شكلها من أعلى قمة جبلية هناك، ولكن الموضوع ده ما جاش معانا بالسهولة دي. ده مكان عملات ديابة بقى. تعال وخش. وده كله علشان نوصل للجبل اللي هنطلع عليه. الموضوع مش مطمئن كان. تعال كده بص يا جدعان، بص احنا فين؟ ده مكان الديابة. ايوه اهو، شايفين؟ شايف اصلا بصمة الديابة ما دي. حدش يقول لي ده كلب، وضفر الكلب او ثلاث ضوافر دي بتاع الديب يا صاحبي. يا نهار اسود، يا لهوي. بص بقى بعد ما بتطلع، شايفين المنظر؟ شايفين المكان ده؟ ده المكان بيعدي الديابة. انا وريتكم البصمات تحت الديابة. ربنا يستر. وكمان الجبل ما كانش طلوعه بالسهولة دي، ولكن طلعنا وتعبنا علشان في الآخر نوصل للنقطة دي. جزيرة تنجار أجمل جزيرة موجودة في أسوان، كلها رملة. أنا تعبت عشان أطلع هنا. شايفين الجمال؟ ارتحنا فوق ونزلنا بعدها لتحت بنفس الطريق علشان ننزل للجزيرة ونتمشى حواليها بالكياك شوية، وبعدها ندخل على وجهتنا الأجمل والأخيرة، كانت جزيرة هيصة. عارفين هنا بقى في هيصة إيه المميز فيها؟ إن من كتر ما البلد أمان هنا كل واحد فاتح باب بيته عادي. وصلنا لكافيه البوب علشان ننهي رحلتنا هنا. تعالوا دلوقتي أوريكم أحسن مكان ممكن تشوفوا منه الغروب. المكان جميل بجد والفيو منه مش طبيعي. اختيار المكان ده كان تحفة إننا ننزل فيه في وقت الغروب. تخيل أنت قاعد في خيمة كده وأنت منظر الغروب ده وراك، عايز تطلع بره بقى شايف الغروب عامل ازاي وانت هنا في الخيمه والمنظر ده قدامك. يا جدعان في امتع من كده؟ والرحله دي كلها تقدروا انتوا كمان تعملوها زينا مع جولدن نوبيان كاياك. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك بتاعك والفولو، وبس كده.